السلام عليكم اخواتي ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت معكم بيتزا بسيطة وسهلة وغير مكلفة وبطريقة سهلة جدا وناجحة بحول الله سهل جدا. عنا هذه فرينة غربناها، عنا الخميرة حطيناها بغرفة سكر ما دافي باش تتفاعل، وشوية زيت زيتونة وشوية ملح باش نعجنوها بالماء الدافي ونحطوها ترتاح. نوريكم كيفاش نعمل الخميرة. هي الملح هو الأول، كله مع بعض ديجا، طريقة سهلة جدا. نشوف معنا المراحل بكدا. بشوي نزيدو الماء وين تتلم لنا بالقدا. تو نلمها اخواتي ونوريكم. تو نزيدوها شوية الزيت ونعاودو نعجنوها بالزيت. انا عملت فيها زيت زيتونة، انت تحب زيت النباتي اعمل زيت النباتي. نزيد نحاول نعجنها باش نقص الكاميرا ونعجنها بالباهي، ومن بعد نحطها فوق الرخامة ونعجنها بالقدا حكاية 3 دقايق. نوريكم ان شاء الله. هاي خواتي حطيتها فوق الرخامة نهارك عجنها هكا مدة 3 دقايق. من بعد نحطها نعاود ترتاح ومن بعد نغطوها تتفاعل وتخمر وتتفاعل بالكدا وترتاح بالكدا. ومن بعد وين ترتاح اكثر العجينة متاع البيتزا وين تعطينا مفعول احسن في البعض. نشوفوها ان شاء الله مع بعضنا من بعد. نحضر الصوص متاع البيتزا متاعنا. هذه طماطم فريش مرحية بالوقت، نعملو فيها شوية ملح وشوية حبق هذاكا نعملو فيه الخركتين. يا حبذا اللي عنده الحبق اخضر خير وخير، يفوح راهو مش نورمال الصوص متاع البيتزا. صبو توا شوية الزيت، كمية باهية من الزيت، وباش نحطوه في النار من غير ما نزيدولو لا مالح شي، نزيدولو كان شوية الملح هذوك ونخلوه ياكل. هاهي خواتي الصوص متاعنا فوحناها بشوية الحبق ونخلوها غادي تبرد. من بعد توا نجو نحضرو البيتزا مع بعضنا ان شاء الله. هذه اخواتي عجينتنا حضرت تفاعلت بالباهي ان شاء الله. الكمية هذه باش تجينا كعبتين بيتزا بحول الله. باش نعمرو واحدة منهم نعمروها بالخضرة، الخضرة نتاع الوقت هذا ماذا بينا نستغل ديما الوقت. فلفل اخضر مقصوص رونديلات، الطماطم الصغيرة مقصوصة على ثلث، البصل، وباش نعملها شوية فرماج، وواحدة باش نعملها بالخضرة برك ان شاء الله. هاهي اخواتي البيتزا متاعنا حطيناها في الطبق. وتعرفوا ان الناس كل تعرف انها البيتزا يعني متجيش خشينة برشا، وتدز للاطراف، تدز للاطراف باش تجي تعملك الحرف من فوق، تدز من الوسط وتدز للاطراف، تدز للاطراف تسويها كيف كده، تدز للاطراف باش تجيك التعويرة الفوقانية. والكوشة حطيناها تسخن. البيتزا راهي تحب نار قوية، ما تقعدش ياسر في الكوشة، في ساعتين دقائق معدودة. هاهي اخواتي نعملو لها الصوص متاعها طيبناها مع بعضنا.
مكثروش برشا خاطرني باش نعمل فيها الطماطم. نحاول نمشي الأطراف الكل. نزينها تو بشوية الطماطم مع بعضنا. تحب تزين عشوائي، تحب كيما تحب. نزينها بشوية بصل زيادة. نجيب الفرماج باش نحطو من فوق. شكون يزيدها زيتون، شكون يعملها شامبيون، هذه كلها تبقى اختيارات وتبقى أذواق وتبقى كل حد واش يحبو، كل حد العائلة متاعو زادا اش تحب. نحاول نوزعها على الشيء الكل. هاي خواتي بيتزتنا البسيطة والاقتصادية، وإن شاء الله نحطها في الكوشة هاي تسخن، وإن شاء الله نشوفها مع بعض. باش نعمر الكاسة الأخرى حطينا في طبق أصغر، هذه أصغر من الحاجة. الصوص يشوي الكل. سامحوني نصور فيديو نقد بيه، ديما هذيك هي الطريقة اللي نعمل بها. نصور بيه ونخدم بيه، التصويرة ساعات تهرب مني شوي. باهي تو عملنا لها الصوص اللي لازمها، باش نزينوها باش نعملوها كان بالخضر. يعني شكون ما يحبش لا الفراميج ولا انواع الفراميج الكل، موتزاريلا ولا غيرها. دونك باش نزينوها بالخضرة كيما هكا، طماطم وبصل وشوية فلفل. طريقة هكا عشوائية باش هي الحكاية كل اختيارات، اختيارات وزاد إمكانيات. الإمكانيات ساعات تفرض عليك أشياء. هذه صرنا نخرجوا الكابة الأخرى، نحطوا كابتنا هذه بس. إن شاء الله وديتكم وشهيتكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. هاي بيتزا بسيطة وسهلة كما طعمها راهو بحول الله روعة روعة. هذه توا فيها ديجا في الكوش، ريحتها لولا ريحتها ما شاء الله. وإن شاء الله يا رب تكون برضاكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن. هذه أخواتي خرجناها توا من الكوشة، ما شاء الله ريحتها فيها وحبنينة، ريحتها ما شاء الله ما شاء الله. وديتكم ومشاهيتكم بأقل الإمكانيات وبأقل الإمكانيات تنجم تعمل بيتزا في دارك على يدياتك ومتكلفلكش، وتجي بنينة بنينة بنينة. إن شاء الله وديتكم ومشاهيتكم. إن شاء الله نخرجوا زاد الأخرى اللي مفيهاش الفرماج ونوروها مع بعض. قصدي شبيكم نقسم هذه أخواتي معكم ما بين الحضرة الأخرى.
مقرمشة. هاي يا اخواتي غسيناها معنا زيت سخونة. شوفوا البنة، شفتوا تجي هشيشة دقيقة سمحة فيها وحي ريحتها ما نحكي لكمش، بديلكم مشاهدكم. هاي يا خواتي الاخرى ما شاء الله. كلوا وبالشفاء. ان شاء الله تكون وصفتي اليوم عجبتكم، وان شاء الله تكون نلت رضاكم ومحبتكم ودعمكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى. أنا قصيت زاد هذه أخواتي معاكم، وهي زادة شوف ما شاء الله طابت ناجحة 100%. والتفويح هذاك اختياري، والحشو تحطيه من فوق هذاك اختياري، وتجي بنينة تجي ما شاء الله تبارك الرحمن. وديتكم شهيتكم